علشان خاطر اسم بلدنا، نفسي يا بلدي نفسي تكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، كتير من الشباب الأيام دي بيقولوا إحنا كرهنا 4 حاجات، وما فيش مرة من المرات بنقلب كده على التلفزيون إلا ما نلاقي حاجة من ال4 دول قدامنا. يا إما حاجة بتتكلم على التحرير واللي حصل في التحرير، يا إما مناظرة بين واحد إسلامي وبين واحد ليبرالي، يا إما حاجة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يا إما حاجة بتتكلم على الحكومة السابقة والمحاكمات وغير ذلك. بيقولوا خلاص زهقنا، بيقولوا خلاص احنا حاسين ان قلوبنا خلاص ما عادش فيها اي ذرة حياة. سبحان الله، يعني مش عارف. بيقولوا احنا اقلب قناة الاقي مناظرة بين مين ومين، اقلب على قناة تانية الاقي مين بيهاجم مين، اقلب على قناة ثالثه الاقي مين. لحد ما شاب من الشباب امبارح بالليل حوالي الساعة 1:30 بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه. حتى بقلب على احد القنوات الاسلامية لقيتها عاملة مناظرة بين واحد اسلامي وواحد ليبرالي، ومناظرة بين الاثنين. احنا زهقنا، نجيب يعني روتانا سينما ولا ايه؟ فسبحان الله، يعني امر عجيب. ولو نظرنا بالفعل لحالنا يا شباب ربنا يحفظكم، يا ريت ناخد بالنا. لو نظرنا بالفعل لحالنا من اول 25 يناير لحد النهاردة هنجد ان احنا قصرنا كتير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. العد التنازلي رمضان بدأ يشتغل وقلوبنا فيها ما فيها. احنا قلوبنا تعبانه جدا الفتره اللي فاتت بسبب الانشغال الرهيب عن ربنا سبحانه وتعالى، بسبب كثره الجدال اللي موجود النهارده على النت وعلى صفحات النت وعلى الكلام والشتيمه والخطأ يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا جماعه. عايزين نعيش الايام دي صح، لان خلاص ما عادش قدامنا وقت على رمضان، ما عادش قدامنا وقت ونقابل ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول ان اهم حاجة عايز اتكلم عليها النهاردة هي منزلة من اعظم المنازل اللي لازم كلنا ننزل فيها، منزلة اسمها منزلة الحياة. انت عايش حياتك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا انواع كثيرة جدا من الحياة، وقال كل واحد منكم بيختار الطريقة اللي عايز يعيش بها حياته. انت هتعيش حياتك ازاي؟ يا ترى هتعيشها صح بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا هتعيشها بطريقة تبعدك اصلا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا احبابي، قبل ما اخش الاستوديو بدقيقتين بالظبط اتصل عليا واحد بيقول لي يا شيخ احمد، بيسأل سؤال عجيب جدا. بيقول انا شفت شاب من الشباب مات على سوء خاتمة. هل انا النهاردة لو طلعت شفت شباب ما يعرفوش الشاب ده، لو طلعت شفت شباب وذكرتهم بحال الشاب اللي مات ده، يبقى حرام عليا لان انا مأمور بالستر على الميت دون؟ قلت له طالما ما يعرفوش خلاص، ولكن انا حبيت اسأل. ده سؤال فقهي طبيعي، ولكن انا عايز اسأل حاجة تقربني من ربنا، حاجة تصلح لي قلبي. وانا دايما اتعلمت كده من مشايخنا، خد دايما من اي موقف يمر بيك اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيه قلبك، حتى لو كان سؤال فقهي. بص على ما يدور تحت هذا السؤال وفي ظلال هذا السؤال. فسألت قلت له هو الشاب ده مات ازاي؟ قال والله هو اختفى وبدأنا ندور عليه، رحنا المستشفيات، رحنا المشرحة، وبالفعل لقينا جثة من الجثث. اول ما شفناها كلنا اتفزعنا. يقول لي هو ابيض جدا جميل جدا، وبنفس الكلام وبنفس النص انا شفت وش اسود عمري في حياتي ما شفت السواد زي السواد ده. يقول والله لدرجة ان احنا ما عرفناهوش وهو من اهلنا، واحد من العيلة، احنا ما عرفناهوش الا بالبطاقة بتاعته بس. والله لولا البطاقة ما كنا عرفناه من كتر السواد اللي موجود على وشه. يقول والله بمجرد ما طلعوه من المشرحة احنا ما تحملناش نتن هذه الريحة اللي خارجة معاه، ريحة في قمة القذارة. طلعنا نجري. هو بدأ يسأل يا شباب هو مات ازاي؟ الناس اللي كانوا معاه مات ازاي؟ قال والله ليلة الوقفة في العيد، ليلة الوقفة قضى الليلة كاختيار كتير قوي من شباب المسلمين للأسف. ليلة يا إما بيتخيروا بنت تقضي معاهم الليلة أو في المخدرات. خلاص ما هو رمضان خلص. فبيقول سبحان الله والله بسأل عمل ايه؟ قالوا شرب مخدرات لحد خلاص وراح بيته ونام.
اول يوم العيد. تاني يوم نزل برضه يشرب مخدرات وفيها مات. ده واحد اختار ان تكون حياته كده، واحد اختار ان تكون حياته بهذه الصورة. معلش سبحان الله، يمكن انا ذكرت لكم الدرس اللي فات حادث وفاة احد ابائنا الكرام هو الدكتور محمد صفوت، وكانت الحلقة كلها عليه، وانا بقول يا ريتني كنت خليت الحلقة النهاردة بعد الحاجات اللي انا عرفتها عن واحد كان عايش حياته صح، احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد. بدأت استفسر كده وادور اخر ايام في حياته كانت ماشية ازاي، فأفاجئ ان هو قبل ما يموت بيوم اتصل على احد ابائنا اللي معانا في المسجد ويقول له ابعت لي 5000 جنيه. فبيقول له ليه؟ قال له والله اصل المستشفى عدد السراير والمرضى فيها كتير جدا، واهلهم لما بييجوا يزوروه ما بيلاقوش حاجة يقعدوا عليها، فبيفضلوا واقفين طول الوقت والناس بتتعب جدا، ابعت لي 5000 جنيه نجيب كراسي علشان نريح الناس. قبل ما يموت بيوم. زوجته كانت بتكلمني فبتقول ده كان في فلوس يعني عليه فلوس لواحد، فواحد ده بيصلي معانا في المسجد، فكلمته يا حاج فلان يعني الفلوس دي عندنا وكده، فقال لا والله فلوس ايه وبتاع ايه. فانا برضو بسأل الفلوس دي بتاعت ايه، حاجة تنفعني وتقربني من ربنا. قال ده كان طالب شوية قماش برضو للمستشفى للسراير، وشوية مش عارف ايه وتوبين قماش للسراير. ايه ده ده راجل حتى وهو بيموت لا يفكر إلا في نفع الناس. واحد اختار انه يعيش حياته كده. انت عايش حياتك ازاي؟ شاب من الشباب عايش حياته انه نايم طول الليل وطول النهار مع اصحابه في الجامعة ومع البنات سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يبغض كل مين يا رسول الله؟ قال جيفة بالليل حمار بالنهار. بالليل عامل زي الجيفة الميتة مرمية كده نايم مسطول، وبالنهار هو حمار. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. دي حياة كتير جدا من الشباب. هو حب ان يختار ان حياته تكون كده، حياته ان هو مخدرات وشات ومواقع واصحاب سوء وبنات وكده. دي حياة. وناس تانية ما شاء الله حبوا ان هم يعيشوا حياتهم في اللي ينفع يعني الاعمال اللي ينفعوا بها المسلمين، الاعمال اللي ينفعوا بها نفسهم، الاعمال اللي هم فعلا يكونوا مستشعرين ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم. انت هتعيشها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول او من كان ميتا فاحييناه. واحد كان ميت، واحد كان هدفه في الحياة بس ان معاه ريموت التلفزيون ويقلب من قناة سينما لقناة اغاني لقناة كورة، بس حياته كلها كده. وبالنهار هو في الشغل علشان يجيب الاكل والشرب للاولاد، يرجع بالليل تعبان يقلب بين القنوات. اول حاجة يعملها الصبح يقلب برضه بين القنوات على ما ينزل للشغل. هو عايش كده جيفة بالليل حمار بالنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حب يعيش حياته كده، وواحد حب يعيش حياته في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول إنه يعمر ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. الاتجاه الثاني إنه يعمر ما بينه وبين الناس، إن أخلاقه تكون كويسة مع الناس، إنه يجتهد إنه يضمن حياة طيبة سعيدة للناس، ما يضيعش لحظة غير ما هو بينفع فيها إنسان أيا كان الوضع. ماشي في الشارع هينفع الناس، قاعد في بيته هينفع الناس، قاعد في شغله بينفع الناس. هو حب يعيش حياته كده طول حياته، ماشي علشان يقضي حوائج الناس. حتى بالليل التفكير في الناس لا ينقطع أبدا. حتى في الليل وهو بيصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو ساجد عمال يدعي للناس. يا هو حياته كده. وثالث معنى هو عايش عشان يعمر الأرض، بيجتهد في عمله، بيجتهد في وظيفته علشان يضمن حياة سعيدة للناس. يا ترى انت هتعيشها ازاي؟ يا ترى هتعيشها بالمعنى الأول جيفة بالليل حمار بالنهار، ولا هتعيشها بالمعنى الثاني واحد ربنا سبحانه وتعالى سيحيي حياة طيبة وسيحيي به الناس حياة طيبة؟ انت هتعيشها ازاي؟ عيشها صح ووزنها صح. في شاب ذكرت لكم الآن قصته، سبحان الله أهله بيقولوا إحنا ما عرفناهوش، ولولا البطاقة يعني سبحان الله ما كناش عرفناه. ما عرفوهوش إلا بالبطاقة، لأن خلاص هو انتقل من مرحلة إلى مرحلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. انتقل من مرحلة لمرحلة. وشاب تاني والله ما بينامش
علشان يخدم الناس، ما بينامش علشان يكفل للناس حياة طيبة سعيدة، يجري يمين ويجري شمال ويحاول بقدر المستطاع انه يضمن لأسرة فقيرة حياة طيبة، انه يشوف واحد محتاج ويجري على حالته علشان يساعده، انه يشوف واحد مريض يجيب له دواء يهدي من تعبه ومن ألمه. انت هتعيشها ازاي؟ هتعيشها ازاي حياة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مش فايق اصلا علشان تذكر ربنا. انت تبقى راجع بيتك سكران ونايم على السرير سامع الأذان، ومع ذلك سبحان الله مش عايز تنزل. هو اللي بينادي عليك، عارف مين؟ ربنا بينادي عليك، ومع ذلك انت مش عايز ابدا تروح له. وواحد تاني ما شاء الله لا قوه الا بالله هو داخل البيت في نفس الوقت، بس اعمال صالحه كتير جدا، وداخل البيت اول حاجه عملها يقرب من ربنا، يقول يا رب معلش انا طول النهار بسعى فيما يرضيك، ولكن انا استغفر الله ان انا مقصر جدا في حقك يا رب. هتعيشها ازاي؟ قال الله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه. في ناس عايشين الحياة كده، هو لو سألته عن أي حاجة من أمور الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اسأله عن أي مطعم، اسأله عن أي كافيتيريا، اسأله عن أي حد بيبيع مخدرات، اسأله عن أي حد ممكن يعمل مشكلة من المشكلات، هو ما شاء الله عالم بأمور الدنيا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان ده اختيار كتير جدا من شباب المسلمين. قال الله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هو عارف كل حاجة عن الدنيا ما شاء الله. اسأله عن أي عربية، عن ماركة أي عربية، اسأله عن أي حاجة في أمور الدنيا ما شاء الله هو في الدنيا ملهوش مثيل ملهوش حل. إنما تعالى اسأله عن الآخرة يكره ذكر الآخرة، هو مش عايز الآخرة، ناسي أصلا الآخرة. دي طائفة من الناس حب يعيشها كده حياة البعد عن الله. تعالوا نقسمها سريعا كده علشان ما نروحش بعيد، نقسمها ونشوف كل واحد عايش ازاي، ونشوف بعد كده نوع آخر من أنواع الحياة. واحد الأولاني حب يعيش الحياة كده، عايز يعيش للدنيا وبس، عايز يعيش للحياة الدنيا وبس، إنما الآخرة هو بعيد عنها. ولو حب يعيش للدنيا يا ريته عايش للدنيا بما ينفع، لا ده هو بعيد أصلا عن أي حاجة، بعيد أصلا عن أي حاجة. سبحان الله. اسأله عن أي شيء من أمور الدنيا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما اسأله عن الآخرة، أعديت إيه للآخرة؟ مفيش. قدمت حاجة للآخرة؟ مفيش. والنموذج ده الشاب اللي هو أنا بقول ممكن يكون جواه خير وخير كبير جدا، بس محتاج اللي ياخد بإيديه. والله العظيم محتاج اللي ياخد بإيديه. ياما شفنا شباب عايشين نفس العيشة دي، هم على القهاوي ليل نهار، في سايبر ليل نهار، على النت ليل نهار، في الجامعة مع البنات ليل نهار، هو منتظر بس حد يمد ايديه بس. سبحان الله. النموذج ده اللي لما يجي من ايدين ربنا يوم القيامة يعرف بالفعل انه اخطأ خطأ بالغ، لانه ما قدمش شيء للحياة الحقيقية، الحياة اللي هيقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن هؤلاء، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عرف حقيقة الآن ان الحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة، فبيقول يا ريتني كنت قدمت لهذه الحياة. إذا سألته عن الدنيا ما شاء الله عارف، بس الآخرة مش هنا خالص. مش كده وبس، ده صنف تاني مش عارف كل حاجة في الدنيا، لا ده هو خلاص حصل كل حاجة في الدنيا. عايز مال خد مال، عايز أولاد خد أولاد، عايز زوجة جميلة خد زوجة جميلة، عايز عربية كل شوية تغيرها خد عربية تغيرها. ولكن سبحان الله الحاجات دي اللي هي كانت سبب ان هو انشغل أصلا عن ربنا سبحانه وتعالى، يشاء الله سبحانه وتعالى ان الحاجات دي تكون سبب تعاسته في الدنيا. هو كان بيشرب مخدرات عشان يبقى فرحان، علشان يبقى سعيد، ونفاجأ ان هي دي سبب التعاسة، ان هي دي سبب العذاب. راح يفرج عن نفسه شوية فعرف بنت علشان تبقى يعيش بقى الحياة الرومانسية. سبحان الله. تكون البنت دي هي سبب التعاسة، تكون البنت دي هي سبب العذاب. إلهي سبحان الله. واحد تاني قال نطلع بقى نسافر ونصيف ونعمل ونسوي والكلام ده نبعد، يطلع الساحل الشمالي، يطلع مارينا، يطلع مش عارف فين، يطلع فين، وهو على طريق العربية اتقلب. إلهي شاء الله سبحانه وتعالى ان كل انسان بيختار الطريق ده، بيختار الحياة دي. يشاء الله سبحانه وتعالى ان هي دي الحياة اللي تكون سبب تعاسته، الحياة دي هي تكون سبب عذابه. قال الله سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يا ربي هو اختار حياة بعيد عن ربنا، الحياة دي هي سبب عذابك يا ابني، الحياة دي هي سبب عذابك. أحد الشباب كان قاعد معايا في المسجد، شاب طيب جدا، شاب فعلا انت لما قعدت معاه حاسس من جواه انه قلبه ابيض جدا،
شاب طيب وماشي مع الشباب صحابه، اللي كان الكلمة اللي كان دايما بيقولها شباب ما بيفوش مخدرات وبنات عرايا. سبحان الله، هو ماشي في الطريق ده. طب يا ابني انت سعيد؟ يقول لي انا اغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها، اغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها الكلب بتاعي. ليه؟ صحابي ياما اذوني، صحابي ياما باعوني، صحابي ياما صنعوا، صحابي ياما عملوا. يا ابني ما هم دول اصحابك اللي انت كنت بتبحث عنهم علشان يقربوك، علشان يخلوك تعيش حياة سعيدة، بقوا هم سبب شقائه، بقوا هم سبب شقائه. شاء الله سبحانه وتعالى ان اللي هيبحث عن الحياة اللي ما حسبهاش صح وما عاشهاش صح، بحث عن حياة يضمن فيها السعادة، ولكن للأسف هو فوجئ ان هي دي سبب تعاسته، ان هي دي سبب شقائه. دور على بنت، دورت على ولد علشان عندها ضغط شديد جدا في البيت، هي مضغوطة جدا في البيت، واقعة في ضنك، واقعة في شدة، واقعة في هم وغم. خلاص نعمل ايه يا بنتي؟ دوري لك على واحد تقضي معاه يومين حتى يخرجك من الكبت. سبحان الله، يكون هو اول سبيل تعاستها، يكون هو اول سبيل للتعاسة بتاعتها. واحد تاني حب يجمع اموال، عايز يعيشها صح، فجمع اموال كتير جدا، ويفاجئ بعد ذلك ان المال ده هو سبب تعاسته، سبب شقائه. يا إلهي يا إلهي، اسمع الآية تاني وعيشها كده وشوف انت عايشها صح ولا لا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. اوعى تغتر أبدا، أو اوعى تظن أبدا ان اللي بحث عن المال ده سعيد. أن المسجد اللي أنا معين فيه إمام يعتبر في أفخم منطقة في المنصورة، على المشاية على البحر، ومع ذلك يعني مع وجود المال والثروة والجاه والكلام ده كله، إلا إنك دايما، أنا دايما أكتر الأسئلة اللي بتجيلي من الشباب اللي موجودين في المكان، أو بتجيلي عن طريق الأسئلة بعد الدرس مثلا من البنات أو من النساء، إن الكل بيشتكي إن لا المال ضمن لنا الحياة الطيبة، الحياة إن احنا نكون فيها أروح بالليل أحط دماغي على السرير كده أبقى حاسس إن أنا مرتاح. أنا ما وجدتش ده. ويمكن ذكرت لكم قبل كده قصة شاب جالي في العشر الأواخر من رمضان وإحنا معتكفين. الشاب ده بعد ما صلينا في التهجد الأربع ركعات واديت الدرس وده كان لا يتوقف، منهار من كتر البكاء. ورجعت أريح شوية في صفين ثلاثة ورا، وخليت أخ من إخواننا يطلع يكمل لأن كنت تعبت ساعتها. الأخ ده جاي بيشدني من الصلاة، بيقول لي اطلع أنا مش قادر أتحمل، ومنهار في البكاء. إيه يا ابني مالك يا ابني؟ أنا فلوس متلتلة، الفيلا في كل مكان، من الساحل الشمالي في القاهرة اسكندريه، كل مكان لنا مكان فيلا هناك، عربية بغيرها كل شهر، وكل يوم ما ببطلش بكاء، حتى النهاردة ما ببطلتش بكاء. ولكن فرق كبير جدا بين بكاء النهاردة وبين بكاء كل يوم. بكاء كل يوم لان انا شايف ان احنا بحثنا عن الدنيا وجمعناها، وللأسف انا مش سعيد بيها، انا مش مبسوط بيها، وكل يوم بقعد ابكي من كتر الهم والغم اللي انا فيه. ولكن انا النهاردة لأول مرة ببكي وانا فرحان، ببكي لان انا ببكي وانا ساجد لأول مرة. في فرق كبير قوي بين البكائين. يا جماعة عيشوها صح، عيشوها صح. ده سبحان الله، وده حال واحد فضل يجري ورا الدنيا، عايز يحصل كل زينتها، عايز يحصل كل ما فيها، ولكن تسأله انت عايشها صح؟ انت مبسوط؟ انت سعيد؟ والنتيجة لا. يا جماعة أوروبا على ما وصلوا إليه من كل سبل الراحة والرفاهية في الدنيا كلها، أكتر نسبة أدوية اكتئاب وأدوية مهدئات في أوروبا، أكبر نسب انتحار في أوروبا. يا جماعة أنا كنت بقرأ من فترة الجورنان ده بيقول إن عيادات الطب النفسي في مصر النهاردة عدد الشباب اللي فيها متلتل. نسبة الشباب اللي خشوا العيادات النفسية 80% من عدد الموجودين في العيادات النفسية. ده كله ليه؟ مع ان الشباب اتحرر من كل شيء، ومعظمهم من الطبقة الراقية جدا، او الطبقة المتوسطة اللي هي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه مش قادر يحسبها صح. طبقة تانية الطبقة اللي جرت ورا الدنيا كلها، ورا الدنيا كلها، وخلاص زي ما ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت نسمع الآية دي الآية الثالثة معانا النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني يا ربي أنت ذكرت لنا الآن إن هو في الدنيا هيبقى في اكتئاب، هو مش عايش أصلا، وفي الآخرة له النار كمان. أيوة، لأنه ما حسبهاش صح، لأنه ما عاشهاش للأسف صح. هو بحث ورا الدنيا بس. يا ابني الدنيا دي ممكن
تديك لذة شوية، هتديك لذة للجسد، هتاكل أكلة كويسة، تلبس هدوم كويسة، تركب عربية مريحة، تسافر مش عارف ايه، بس ده وقتي. ولكن في حياة تانية، حياة أعظم من هذه الحياة، حياة إن روحك تكون تصيبها الحياة. ده مش موجود، وده اللي بيصيبك دايما بهذا الألم اللي انت يعني سبحان الله لن تجد أبدا الراحة من هذا الألم إلا وانت لما تحسبها صح وتعيشها صح مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الصنف الأول من الناس اللي حسب الحياة كده، دور على الحياة الدنيا وبس، دور على زينة الدنيا وبس. ولو نزلنا شوية لمستوى الشباب اللي عام، الشاب النهاردة اللي بيسمي نفسه شاب روش وعايز يعيشها صح مع بنات على النت، ويظبط مع بنت على الشات، والبنت دي والبنت دي والبنت دي، ويبقى مبسوط قوي النهارده ان هو بيكلم دي وبيرتب مع دي ومش عارف بيعمل ايه. والشاب النهارده اللي مقضيها بقى هو اللي بينظم الرحلات في الجامعه، وهو بقى مش عارف بتاع الشباب اللي في الجامعه اللي يعمل الحفلات ويجيب الفرق والرقص والغنى، والشاب اللي ينزل النادي ويرتب مع البنات ويضحك ويهزر. هو ده. اساله انت سعيد؟ صدقني الاجابه دايما لا. الاجابه دايما لا. ليه؟ لأن مثل ربنا ذكره لنا في القرآن في آيات كتيرة جدا من القرآن. الآية الرابعة معانا قال الله في شأن دول الناس اللي هم خد الحياة دي، الحياة اللي هي حياة إن أنا أكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري، هو أعرض أصلا، هو بعيد قوي، هو بعيد قوي، رغم إن كل زينة الدنيا معاه، كل اللي يتمناه أي شاب معاه. بنت النهاردة هتموت علشان طقم جديد تجيبه، ولد النهاردة هيموت علشان تليفون جديد يجيبه علشان يترسم بيه قدام الأولاد، ولد النهاردة يموت ويبهدل والده علشان عربية جديدة ينزل يلف بيها في الشوارع، وبنت وولد هكذا. دول قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا الله يا الله، فإن له معيشة ضنكا. أيوة، مهما خد الدنيا هو مهموم. وربنا ضرب له مثال رهيب جدا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن هؤلاء اللي هم أرواحهم في ظلمة، حياتهم في ظلمة، حياتهم ضنك في ضنك. قال الله أو كظلمات، مش ظلمة واحدة، أو كظلمات في بحر لجي. ده مثال للحياة اللي هو اختارها. الحياة اللي هو اختارها زي ما انتم شايفين كده هي حياة البحر اللجي ده اللي كله ظلمات. واحد وقع في البحر، هو دخل الحياة ولكن ممكن ما يخرجش منها، زي صاحبنا ده اللي وقع في البحر. أو كظلمات في بحر لجي. خد بالك، عايز يجد الحياة، عارف ان هو يموت، فيطلع براسه كده علشان ياخد اي نفس هوا، يغشاه موج، تيجي موجة تغرقه، موجة البنات تغرقه. عايز يطلع تاني، تيجي موجة المخدرات تغرقه. عايز يطلع موجة الموضة تغرقها، تطلع موجة التبرك تغرقها، تطلع موجة صاحبها تغرقه، يجي يطلع موجة موقع إباحي تغرقه، هكذا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. وكل ما بيبعد أكتر في ذنوب أكتر، موجة تانية وموجة تالتة وموجة رابعة وموجة خمسة، لدرجة أنه عايز ينجو بأي حاجة ومش عارف. إذا أخرج يده لم يكد يراها. يا رب عفوك، يا رب عفوك. ده والله ما هو إلا عبارة عن تمثيل تصويري لما يقع في نفوس كتير جدا من شبابنا. الشباب اللي هو نفسه يبقى عايش صح ومش عارف يعيش صح. ده في الدنيا حالته كده، تخبط دائم، تخبط دائم، عايش في ظلمات، يطلع من ظلمة أشد، ومن مشكلة لمشكلة أشد. علشان كده كنت دايما بسأل الشباب ايه اللي يوصل شاب انه عارف ان الجرعة دي هي اللي هتموته ياخدها. يقول اصل هو لما يزود الجرعة بينسى الحياة وبيبقى مبسوط شوية. بس دي بتقعد معاه مثلا ساعتين ثلاثة، يزود اكتر، المسافة تكتر اكتر، او الوقت يزداد اكتر، يزود اكتر واكتر واكتر، لدرجة لما ياخد واحدة خلاص ياخد جرعة انتهت كل حاجة في حياته، مات. سبحان الله. دي حياتهم ضنك وشدة وهم وغم. ليه تبقى دي حياتك؟ واخطر من كده انك يوم ما تخرج من قبرك علشان تقابل ربك، اول حاجة لما تشوف اللي انت عملته، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرة، كل حاجة انت عملتها قدام عينيك، يقول في الوقت ده يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني في الدنيا كنت عشتها صح،
يا ريتني في الدنيا كنت حسبتها صح علشان دلوقت، علشان هذه الحياة. يجي ربنا يقول لنا خد بالك، انت لو حسبتها زي ما الشاب ده حسبها ده هيكون مصيرك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص أنا عايش كده كويس، خلاص أنا عايش كده كويس جدا، مش خايف من المواقع، مش خايف من فتنة النت، مش خايف من فتنة البنات، مش خايف من الشات، مش خايف من البلاوي اللي موجودة على التليفون بتاعك، مش خايف من المشاكل والمصايب اللي انت بتعملها بالليل، مش خايف من تضييعك للصلاة، مش خايف من تضييعك لعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. هو اطمأن بهذه الحياة، اطمأن لهذه الحياة واطمأن بها. قال الله: والذين هم عن آياتنا غافلون. هنبعت لك آية صاحبك مات ولا هو هنا، هنبعت لك آية أبوك مات ولا هو هنا خالص، هنبعت لك آية تشوف حادث قدام عينيك واحد بيحتضر ولا هو هنا خالص، ما فيش أي حاجة. هنبعت لك آية هنوقعك في حادث وهنطلعك منه حي علشان تعتبر هو مش هنا أصلا خالص. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحب موقع إباحي على الجنة، استحبت ولد بتحبه على ربنا سبحانه وتعالى، استحبت النوم على الصلاة، استحبت التبرج على الحجاب، استحب أصحاب السوء على أصحاب الخير، استحب القهوة على المسجد. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن هؤلاء: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. خد بالك، وأولئك هم الغافلون. خلاص هو أعمى، مش شايف أصلا، مش شايف أي حاجة، مهما وعظته هو خلاص كل حاجة مقفول عنده. عين ما بتشوفش، ودان ما بتسمعش، قلب هو مطبوع عليه أصلا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أنت خسران، أنت خسران. ده واحد كان غافل عن الآخرة تماما، هو حب يعيشها كده. إنما واحد تاني برضو سبحان الله ربنا بيقول في شأنهم إن هم بص، هو مش غافل عن الآخرة، ده هو انساها خالص. الحياة الدنيا نسيته كل حاجة، جرى ورا الشغل وبهدل نفسه في الشغل ونسى الصلاة. اهتمت قوي بالمكانة اللي هي اتحطت فيها ونسيت حجابها، خلاص انتهت. دخلت الجامعة ده انت كنت زمان ما شاء الله لبسك واسع وفضفاض، دخلت الجامعة لبس البادر والاسترتش، ايه ده؟ نسيتي ربنا؟ معقول؟ وانت ده انت كنت من قيمة كام يوم معانا في المسجد بتصلي وبتصوم وبتقرأ قرآن معانا، ده انت نسيت 15 جزء حفظتهم وانت في اعدادي. دخلت ثانوي اول حاجة فكرت فيها البنت والولد، اول حاجة فكرت فيها نسيت ربنا. انت متوقع انك تعيشها في الدنيا صح؟ متوقع انك لما تقابل ربنا هتبقى مبسوط؟ ايه ده؟ انت ليه بتحسبها كده؟ ليه بتحسبوها كده؟ المسألة مش كده خالص. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن الطائفة ده: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هو لا له في مواقع ولا له في بنات ولا في أصحاب سوء، ده راجل أهم حاجة عنده اللياقة البدنية بتاعته والنادي والكورة واللعبة اللي بيلعبها. واحد اهتم في الحياة دي انه ازاي النهاردة نبقى في النادي وبكرة في المصيف وبعده مش عارف فين وبعده فين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. دينه لعب، دينه لهو، دينه لعب، وغرتهم الحياة الدنيا، اغتر في الدنيا. ربنا بيقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. عارف يعني ايه ان في موقف زي ده تنسى؟ عارف النسيان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الترك. ربنا يتركك، يسيبك، خلاص. في الدنيا ما عادش هيحميك، ما عادش هيحفظك، ما عادش هينور لك قلبك وبصيرتك وعينيك، انت بقيت اعمى. في الاخرة تترك في الاهوال،
تترك في العذاب والشقاء والهم والضنك والشدة دي كلها. الناس كلها انت شايف الناس كلها، ناس بتخش الجنة وناس بتخش وانت بتساب كده. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. بس دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق. ده فعلا ده في قيامة، ده جنة ونار، ده في صراط، ده في ميزان، كفة حسنات وكفة سيئات. ايه ده انا هقف قدام ربنا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يا جماعة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ حد يشفع لنا عند ربنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ طب يا رب رجعنا للدنيا وإحنا عرفنا صح وشوفنا صح، هنرجع للدنيا نحسنها صح. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عايز يكون ده حالك؟ يعني انت عايز تكون ده مصيرك؟ انت التزمت من 3 سنين، ليه نسيت القرآن؟ التزمت من 3 سنين، ليه بدأت النهاردة اللبس بتاعك يبقى ضيق؟ انت التزمت من 5 سنين، ليه انت بتضيع الصلاة في المسجد؟ وليه سبت مجالس العلم؟ وليه الأصول والثوابت اللي كانت عندك زمان ما ينفعش ولد يكلم بنت على النت بدأت ترجع تاني تتكلم؟ ايه ده؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم. كل حاجة انتهت، ما عادش ينفع. تعالوا نحسبها صح، تعالوا نعيشها صح. ده اختيار بعض الناس انه يختار الحياة كده. شفنا مصيرهم في الدنيا عامل ازاي، ويوم القيامة مصيرهم عامل ازاي. ويقيني ان الناس دي خسرت وخسرت كتير. يقيني ان الناس دي هتقف بين ايدين ربنا وتيجي تعتذر، ولكن ربنا يقول في شأنهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فيش اعتذار. فاعترفوا بذنبهم، يعترف بذنوبه. احنا اخطأنا، هنتوب يعني؟ فسحقا لأصحاب السعير. ما عادش ينفع، ما عادش ينفع كلام. اظن ما حسبوهاش صح وبرضه ما عاشوهاش صح. طب ما تيجوا نعيشها صح. طب نعيشها صح ازاي؟ تعالوا نشوف. النموذج اللي انا ذكرته الان هو نموذج لناس عاشت في الدنيا لحاجة واحدة، نفسها بس. النموذج الثاني اللي ماشي في ال3 اتجاهات. واحد ما شاء الله علاقته مع ربنا كويسة جدا، ما بيعديش يوم غير لما يكون واثق قبل ما انام حسناتي وسيئاتي، ايه الاكتر؟ حسناتي، الحمد لله رب العالمين. علاقتي مع ربنا الحمد لله. انت اخبار الصلاه في جماعه النهارده ايه؟ الحمد لله، ال5 صلوات كنا في المسجد. اخبار النوافل ايه؟ الحمد لله ما سبتش ولا نافله النهارده. اخبار الضحى وقيام الليل ايه؟ الحمد لله زي الفل، صليت الضحى 4 ركعات والقيام اللي ربنا قدرنا عليه. اخبار القران ايه؟ الحمد لله انا خدت ورد القران بتاعي النهارده. اخبار ذكرك لربنا ايه؟ الحمد لله. اخبار غضك للبصر ايه؟ الحمد لله. انا ببقى نايم يا رب يا رب انا اهو الحمد لله. ها اخبار المعاصي بتاعتك ايه النهارده؟ يا رب والله العظيم انا كنت النهارده في موقف محدش شايفني خالص خالص، وبيني وبين المعصية نظرة، وقلت يا رب عيني اهي مش هشوف حاجة، عارف يا رب ليك بس. دي تصيب قلبك بسعادة لا توصف. ان الذنب تقول يا رب والله انا بحبك وسبته ليك يا رب، انت عارف ان انا بحبها جدا جدا، ولكن يا رب انا النهاردة بقول لك خلاص. دي هتصيبك بفرحة مفيش بعد كده. تعالوا نعيشها صح، ان تكون علاقتك مع ربنا كويسة. ساعتها
الاولاني كان عايشها صح، التاني اللي هيحييه ربنا، اللي هيختار له الحياة اللي هو يتحط فيها ربنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللي هيحيي ربنا، واللي هتصيبه الحياة قلبك وقلبك. ساعتها يا ربنا يقول حياة طيبة، مش هتلاقيها في أي حتة تانية. في شرط، علاقتك معاه أخبارها إيه؟ صلاتك أخبارها إيه؟ الفجر أنت رايح بتطوح من شدة التعب، نمت على السرير تعبان، الله أكبر، الفجر يا رب أنا تعبان 10 دقايق بس من أذان الإقامة وهقوم إن شاء الله. عيب ما تقولش الكلام ده. أنت عارف كويس إنك لو نمت مش هتقوم الفجر. قوم، بس أنا تعبان يا أخي، قوم لله. بس يا رب أنت عارف إن أنا طول النهار تعبان قوي. يا أخي ده شيطان. قوم توكل على الله. بس قوم بقى. قمت اتوضيت ونزلت، انت مش شايف حاجة قدامك، ماشي عمال تعمل كده لحد ما قذف في قلبك فلان. انت تظن ان الخطوة دي عند ربنا رخيصة؟ ما اعرفش، لا لا لا، ده عند ربنا غالية قوي، لانك قايم وانت تعبان. طب ما هو اللي قومني. يا رب انا بحبك قوي، بحبك قوي. تروح تصلي ورجليك بتخبط في بعضها مش قادر من شدة التعب، تصلي بعد صلاة الفجر تقول سبحان الله، والله تحس انك في الجنة. والله العظيم جرب وانت تعرف، تحس انك في الجنة. يا مش ممكن. اخت من الاخوات في بلد في احد قرى الصعيد، قرى اسيوط، ربنا يحفظهم، انا بحب اهل اسيوط جدا، وجدت فيهم طيبة ما بعدها طيبة، ربنا يحفظهم كلهم يا رب. اخت بتقول انا كنت في قرية ومفيش حاجة اسمها نقاب، مفيش حاجة اسمها نقاب، ده المنتقبة دي كفرت بالله. فانتقب مش هينفع، هيحصل. فبتقول قابلت صعوبة جامدة جدا ورحت لبست النقاب، وبقيت ماشية في الشوارع كلها، شوارع القرية كلها، بقول للناس بصوا انا لبست نقاب، وبقيت حاسة كده ان انا ملكة متوجة ماشية في مملكتي. وجدت ان ربنا قذف في قلبي سعادة عمري في حياتي ما دقتها، والله عمري في حياتي ما دقتها. تاني يوم كان في 14 بنت انتقبوا، وكلهم جولي البيت وقالوا لي على فكرة كلنا كان نفسنا ننتقب، ولكن انت لما خرجتي وسط الشارع وبقيت انتقبتي ومنتقبة كده وماشية في الشارع، كلنا انتقبنا بسببك. يا تقول انا كنت طايرة، انا في قمة السعادة، انا مبسوطة جدا، انا فرحانة جدا. يا انت علاقتك معاه اخبارها ايه؟ المصحف ما جاش وقته بقى ان احنا نمسح بقى التراب اللي عليه ونرجع بقى، بس ترجع بطريقة جديدة. يا رب انا جاي اعيش مع القرآن، يا رب انا جاي اختار الحياة دي. تفتح المصحف نور طالع من المصحف. عجبتني قوي كلمة لشيخنا وحبيبنا واخونا الحبيب الشيخ مقدام، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة. ده كان واحد عايشة صح، احسبه كذلك ولا يزكي على احد، كان عايشها كده. يوم وفاته كان في اخر بلاد مصر رايح يدعو الناس، وهو راجع داخل يصلي المغرب والعشاء، وهو خارج اخونا الشيخ حسن اللي كان معاه في الحادث بيقول لي اخر حاجة عملها لقيته بيلتفت كده التفاتة ناحية مصحف موجود بعيد كده في المسجد، فراح بسرعة. فبقول له يا شيخ مقدام يعني احنا متأخرين ولسه، ده احنا قدامنا حوالي 260 كيلو يعني او 160 كيلو، مش متذكر الرقم بالظبط. يقول له المصحف بيناديني انا لازم اقرأ مصحف. ويطلع يروح ياخد المصحف كده ويقوم على صدره قوي كده. شفت الحياة دي؟ صدقني هو هيبقى مبسوط جدا بالحياة دي، انك تعيش الحياة دي، انك تبقى مبسوط بالحياة دي. انت مش بتقرأي القرآن عشان تقرأي القرآن، انت بتقرأي القرآن علشان ربنا يحييكي بالقرآن. انت بتقرأي القرآن
علشان انت بتحبيه، بتحبيه زي ما كان عثمان بيعمل كده، يروح ياخد المصحف ويقبله. عمر كان ياخد المصحف ويضم على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. ياه، عشتوها كده، تعيشها كده. على فكرة سلسلة رمضان اللي هنبدأ تصويرها ان شاء الله كلها كده. ازاي تعيشها كده، ازاي تتعامل مع ربنا. ده النموذج الاول اللي انا عايزك تكون عايش معاه، انك وانت قايم لقيام الليل يا رب والله انا قايم لك انت، نازل تصلي يا رب والله لك انت. انك تصوم في الحر ده اهو، تصوم في الحر ده يا رب والله لك انت، لان انا بحبك. ده نموذج واحد بيسير في 3 اتجاهات. الاتجاه الاول حياته مع الله. علشان كده الطائفة دي هم في نعيم ما بعده نعيم. عارفين والله إنه لتأتي علي أوقات لا يرقص القلب فيها فرحا. قارن فإن له معيشة ضنكا ويرقص قلبي فيها فرحا. فرق كبير بين التاني اللي بيقول والله إنه لتمر علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. حس بالجنة في الدنيا قبل ما يدخلها، عايش حاسس بالمعنى ده. 4 من السلف خارجين من دمشق رايحين على الإسكندرية، بيمروا على نهر الأردن، كانوا رايحين يتعلموا العلم، عايشين كده. مروا على نهر الأردن، واحد منهم قال نستريح شوية، نستريح، فطلع لهم من الكيس بتاعه كسرات خبز يابسات، يعني عيش، يعني اللي داخل الجيش يعرف الكلام ده، بيسموه الجراية، اللي تضربه في الحيطة يرد ليك تاني. طلع لهم شوية عيش مكسر كده وناشف قوي، ناشف قوي، حطوا بين ايديهم فاكلوه. اكلوه. ابراهيم بن ادهم كان واحد معاهم، دخل لنهر الاردن، نزل كده برجليه، شمر كده ونزل كده برجليه وطلع كده شوية مية وشربهم، وطلع كده على الشط كده ومدد كده وقال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليه بالسيوف. بعيش ناشف، عيش ناشف ومية من البحر على طول كده ونايم على الأرض ياه. فكرني بكلمة أحد الناس اللي أنا أعرفهم من الأغنياء جدا 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 جدا، يقول لي أنا مستعد أحط على الترابيزة دي 60 مليون بتوعي، بس لما أخد كوباية المية وأشرب أبقى مبسوط. عرفت المشكلة فين؟ ما اتحسبتش صح. لو اتحسبت صح إنهم إذا لفي عيش طيب. لو اتحسبت صح فلا نحيينه حياة طيبة. عارفين حتى لو الدنيا ضغط عليهم كده، بس هو حالهم مع ربنا كويس في الصلاة وفي القيام وفي الذكر، قلبهم عايش مع ربنا. عارفين لو الدنيا ضغط عليهم كده، الأخت اللي اتكلمت النهاردة من أسوان بتشتكي من المرض، بتشتكي من ظلم زوجها اللي طلقها، بتشتكي من ظلم أهلها، بتشتكي من البلاء. صدقيني علقي ده مع ربنا، صدقيني هتعيشي حياة ما بعدها حياة. عارفين هم وإن ضاقت بهم الدنيا وإن أحاطت بهم الهموم من كل مكان، الغموم كده غلفتهم من كل حتة، هو سعيد، هو راضي، هو على فراش الموت. بس انتوا عارفين اكتر حاجة على لسانه بيقولها ايه؟ يا انا بحبك قوي يا رب، هقابلك امتى؟ يا رب انا راضي عنك، انت راضي عني؟ يا ده انت مصاب بالسرطان، ده انت على فراش الموت، بتقول اللهم لك الحمد،
يا رب انا راضي عنك، انت راضي عني؟ راضي عنك هنا؟ اصل انت عارف المفسرين لما فسروا فلنحيينه حياة طيبة فسروها بايه؟ احد الاقوال فسروها بالقناعة والرضا. هو في بيت قد كده اهو من طين في قرية تبع النجح، النجح تبع العزبة، العزبة تبع لمركز، المركز تبع لمحافظة، وهو مضايق عليه خالص. بس يا احد اخواننا الاحباب اللي هو من اغنى الناس اللي انا اعرفهم، ربنا يا رب يبارك له في ماله وفي ولده، بيقول لي في يوم، خد بالك من الموقف ده، راكب العربية بتاعتي اللي هي بكام مليون ومعدي على ارض زراعية، فلقيت واحدة ست قاعدة بخص، قاعدة بخص بتبيع خص، شالت الخص من الارض حطته في القفة او مش عارف ما بيسموها ايه وقاعدة تبيع. فبيقول ركنت العربية ونزلت لها فخدت منها، بقول لها الخص ده بكام؟ خدت منها شوية خص، قالت لي يا ابني ب2 جنيه، ب2 جنيه. فدت لها 20 جنيه وسبتها. بتقول فضلت تجري ورايا، اقول لها ايه يا ستي انا مسامح في تقول له لا يا ابني انا عايزه 2 جنيه مش عايزه اكتر من كده، يا ابني خد، اقول لها ابدا يا ابني مش عارف ايه، يقول اصرت، تقول له يا ابني والله ال2 جنيه دول رضا الحمد لله. ياه 2 جنيه يا حاجه، 2 جنيه يا امي، ده الواحد بياخد 5000 جنيه ومش راضي. يا جماعه ما انا قلت لكم احسبوها صح، فوقوا بقى. فلنحيينه، هي دي حياه القناعه. تجري وراه، بيقول لي فضلت تجري ورايا علشان ترضي الباقي. يا حاجه انا معيش مش عايز الباقي، يا حاجه خد الباقي ليك انا مش عايز. يا ابني ال2 جنيه دي دول رضا. انا ما بتكلمش على 60 سنه ورا، ده انا بتكلم على موقف من شهرين 3. يا ابني ال2 جنيه دول الحمد لله. قناعه على فراش الموت وراضي، يقول له يا رب انا راضي عنك، يقول له يا رب مهما ابتلتني انا مبسوط، يا رب الحمد لله. يا جماعه فلنحيينه حياه طيبه. قارن بين دي وبين التاني فإن له معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا هيضل ولا هيشقى، مفيش شقاء. بيبصوا لأولاده الحمد لله اللهم لك الحمد، ابنه أول حاجة بيعملها الصبح أول ما يقوم من النوم ياخد جزمته ويمسحها له. يا بص الآية دي، أنا عمال أعمل لك مقارنة للي عاشوها صح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أيوة قرة أعين. يبص لزوجته قرة عينه. التاني يبص لزوجته ويفتكر جهنم، يبص لزوجته يفتكر الشقاء، يبص لزوجته يفتكر حبل المشنقة. إنما ده مش كده، يبص لزوجته مهما كان تعبان، هو منتظر أصلا الوقت اللي يروح البيت عشان يبص في وشها عشان ينسى كل حاجة. الوقت اللي يروح في البيت هو نايم على السرير سامع صوت قرآن، يقوم بسرعة يلاقي بنته اللي عندها 4 سنين، والله 4 سنين، لبست الإشارب وخدت السجادة بتاعتها الصغيرة اللي قد كده وفرشتها وعملت 4 سنين. لما سألوا أبا سعيد لما سألوا الحسن البصري فبيقولوا له يا أبا سعيد هو أنا إمتى هبقى عايش الحياة دي؟ هي دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ قرة العين دي هتبقى فين؟ قال لهم والله على فكرة هي في الدنيا قبل الآخرة. طب إمتى؟ قال وهل هناك شيء يقر عين العبد من أن يرى زوجته وأولاده على طاعة الله؟ أيوة مفيش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في دول اللي عاشوها صح، حسنوا علاقتهم مع ربنا، عاشوها صح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم بيقول اوعى تظن ان النعيم ده في الآخرة في الجنة يعني، لا ده هو في الدنيا نعيم، ولما يخش القبر بتاعه نعيم، ولما يروح الآخرة نعيم.
في الدور الثلاثة، هو مبسوط. يا عم فلنحيينه حياة طيبة. ربنا النهاردة وطالع على باب الله، ربنا رزقه ب20 جنيه، رزقه ب20 جنيه، ياه اللهم لك الحمد. رزقه ب1000، اللهم لك الحمد. طلع اشتغل ورجع مفيش فلوس، برضه الحمد لله، الحمد لله. علشان كده أهل التفسير زي ما ابن القيم بيقول: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا. هو في أي صورة من الصور راضي، في السراء راضي، في الضراء راضي، معاه راضي، معهوش برضه راضي. وبعضهم فسرها بالرزق الحسن، زوجة طيبة صالحة والله تتكسف تقول لك احنا عايزين اكل، تتكسف تقول لك احنا عايزين اكل. اولاد، الولد تقول له ها تحب تتغدى ايه بكره؟ يا ولد والله اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه معاك ما شاء الله جميل رائع، اي حاجه. يا ابني طب يا ولدي انت طالما مبسوط انا مبسوط. يا الرزق الطيب مش معناه فلوس بس يا جماعه، احسبوها صح. طب ازاي؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا، من أداة الشرط، عمل صالحا فعل الشرط. هو ده واجبك النهاردة، واجبك النهاردة انك تعيش مع الآية دي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. يا شيخ طب ما احنا بنعمل صالحات ومع ذلك احنا الدنيا شد علينا قوي. ما خد بالك انت راضي. التاني لما ابتلي بالبلاء انت بتعمل اللي فيها كده، يا رب يا ربي استر يا رب، استر يا رب، يا رب لا تجعلنا من هؤلاء أبدا. هو مش راضي. انت مع البلاء الحمد لله، ومع البلاء والله، ومن الحياة الطيبة ومن الرزق الطيب اليقين في الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا، ان شاء الله ربنا هيوفقنا. الراجل من الصالحين، راجل صالح والله، ويشدد عليه البلاء وعنده يقين ان شاء الله، ان شاء الله ربنا بيكفر عني كل حاجة، وده الحمد لله انا راضي بكده. قال ابن القيم: وفسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن، والرزق الحسن. وقال ابن عباس كلمة واحدة: الحياة الطيبة تساوي السعادة. انت مبسوط؟ يا صدقني لو حققت الشرط هيجي لك الجواب، عمل صالحا. صدقني لو حققت الشرط عمل صالحا هيجي لك الجواب، فلنحيينه حياة طيبة. عارف هيجي لك الجواب ازاي؟ اسمع برضو لابن القيم بيقول ايه. يقول رحمه الله: عندها يقذف الله عز وجل، يحيي الله عز وجل، يحييه الله عز وجل بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه. هيديك روح تانية خلاف الروح اللي هي بتاعت البدن، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك. بس والله عندها يعطيك الله تبارك وتعالى 4 أصول مهمة. الأصل الأول إن ربنا يفتح لك بعد ما يقذف فيك هذه الروح، يفتح لك طريق حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يقذف في قلبك طريق حب الرسول تحبه قوي، تتخذه قائدا ومعلما وهاديا ودليلا. تلاقيك بتعمل حاجة هو بيعملها، تلاقيك بتجري تدور على كتاب سيرة تقرأ فيه، بتجري على كتاب حديث زي رياض الصالحين تقرأ عن النبي وعن سنن النبي. فإذا استقرت هذه الروح في قلبك فتحت لك بابا آخرا. يبقى أول باب حب النبي، فتح لك بابا آخرا وهو باب معرفة الله والأنس به. تشاهد ربا عظيما كريما حليما رؤوفا ستيرا عظيما جليلا. تبدأ تلاقي انك كل يوم انت بتحب ربنا قوي، قلبك كل يوم بيزداد تعلق بالله غير طبيعي، والله غير طبيعي. والله انت بقالك سنين بتروح المسجد، ولكن ساعتها لما بيقذف في قلبك الروح دي، يا رب اقذف في قلوبنا هذه الروح يا رب يا رب،
ساعتها والله انت بتجري على المسجد، انت بتقول يا رب يا رب انا جاي لك، بتجري للمسجد بس بتجري بروحك بقلبك، وتخرج من المسجد وتلاقي شوف وقلبه معلق بالمساجد. ايه تلاقيك بتذكر ربنا فاضت عيناه. يا الله، ده الباب التاني يفتحه لك. الباب التالت اللي يفتحه لك وده من اعظم الابواب، والاسف هم بيقولوا لي لسه دقيقه، الباب التالت وده من اعظم الابواب، إيه؟ انك تحس ان خلاص انك قريب منه وهو قريب منك، تستشعر بالفعل ان خلاص انك قربت منه قوي وهو قرب منك قوي، وساعتها هي دي الحياه اللي احنا عايزينها. الباب الرابع، وان شاء الله نكمل بقى الدرس جاي، للاسف هم المفروض يعرفوني قبلها ب10 دقائق، فانا يلا الدرس جاي نكمل ان شاء الله. ساعتها تفتح لك حياه غير هذه الحياه تماما تماما، وهذه الحياه هي حياه القرب منه يوم القيامه باذن الله. فانت هتاخد 3 في الدنيا والرابعه تحصلها في الاخره. اعمل ايه؟ وده الواجب العملي بتاع النهارده. اعمل ايه؟ الشرط عمل صالحا. عايزك من النهارده اتخصص في باب من الابواب. انا باكد على المعنى اللي انا قلت لكم الدرس اللي فات، هاكد على المعنى ده. اتخصصوا بقى، عيشوا حياه التخصص. يعني ايه اتخصص؟ انت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في حفظ القران، خلاص اجعل القران ده بابك. كل يوم قران، كل يوم تفسير لمعنى ايه، كل يوم انت في المسجد ليك كلمه عن القران، عن القرآن. معاك مال، اتخصص في المال. جري في أعمال صناعة المعروف، فعل الخيرات، اتخصص في الباب ده. اتعلمت الدعوة، اجتهدي في الدعوة وسط البنات اللي معاك في المدينة الجامعية، البنات اللي معاك في الجامعة. اتخصصي في باب الحجاب. انت ليك قضية في حياتك هي الحجاب وبس، بتدعي الناس للحجاب وبتعرفي البنات الحجاب كده. كل واحد مننا النهاردة بعد الدرس خلاص انا قفلت، ودلوقتي خلاص هتتقفل الشاشة، كل واحد يفكر بقى ايه الباب اللي انا هتخصص فيه علشان اعمل صالحات، علشان انال 4 حاجات، 3 في الدنيا و1 في الاخره. ما تنسوش من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. طب يا ترى في الاخره هيكون مصيرنا ايه؟ ده الدرس الجاي باذن الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، واساله سبحانه وتعالى ان يقذف في قلوبنا هذه الروح التي تنشرح بها الصدور وتقترب منها القلوب، تقترب بها القلوب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي